بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو اللي فات احنا اتفقنا وسطبنا مع بعض البينت لاب على الفي ام وير ورك ستيشن. بس في حتة كده كذا حد بعت لي على فكرة النتورك كارد اللي هم دول النتورك ادابترز. ايه دول؟ ايه البريدج وايه النات وايه الكاستم؟ قبل ما نحكي كل دول تعال افهمك ايه فكرة الفي ام وير ورك ستيشن في العموم. بص يا صديقي، لو انت لسه ما خدتش فكرة او ما عرفتش كونسبت الفيرشواليزيشن فانت محتاج تراجع نفسك. انا عايزك تقرا او تسمع كده يعني ايه فيرشواليزيشن. مش عاوزك ديب ليرنر في الموضوع، لا، اعرف يعني ايه فيرشواليزيشن. وانا اختصارا، طبعا علم الفيرشواليزيشن ده علم كبير جدا، هقول لك الفكرة. بص، انا دلوقتي البي سي بتاعي اهو. اوكي، تعالى هنا كده، ده البي سي بتاعي. طيب، وجواه هنا حاجه اسمها الهايبرفايزر. ايه الهايبرفايزر ده؟ هنا كده ده الفي ام وير. ده الفي ام وير اللي انا شغال عليه. بص يا حبيبي، فيرتشواليزيشن يعني تخيلي، يعني انا بصنع حاجات مش موجوده. الفي ام وير بيساعدك تعمل بيسيهات واجهزه مش موجوده في الحقيقه. انت في الواقع ما عندكش غير بي سي واحد بس. يعني انت في الاصل انا ما عنديش غير بي سي واحد اللي انا شغال عليه دلوقتي. جواه بسطب حاجه اسمها هايبرفايزر زي الفي ام وير ورك ستيشن، بيساعدني ان انا اعمل جوه اجهزه كمبيوتر كده تخيليه. هنا جهاز وهنا جهاز وهنا جهاز، بس في الاصل كل دول مش موجودين في الواقع. دول كلهم سوفت وير. حلو. طيب، كل دول البي سي بتاعي عنده هنا كده نتورك كارد. ده النتورك كارد بتاع البي سي بتاعي انا. ده الفيزيكال. هنا كده نسميها ايه؟ تعالى هنا، ده الفيزيكال نتورك كارد. تمام، ده الحقيقي، ده اللي موجود في الواقع. طب جوه الاجهزه اللي عندي جوه دي، اللي احنا اتفقنا ان احنا هنعمل هنا فيرتشوال ماشين وهنا فيرتشوال ماشين وهنا فيرتشوال ماشين، ما هو لازم يكون ليهم برضو نتورك كارد. النتورك كارد بتاعتهم دي بقى اللي هي دي، اللي هي دي، تعالى، اللي هم دول، اللي هم دول. يبقى انا في الواقع، ارض الواقع، انا ما عنديش غير نتورك كارد واحده. تعال اوريك، تعال اقول لك حاجه كده. بص 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 بص، تعالى كده على كنترول بانل، اوريك حاجه هوريها لك بعينك يعني. نتورك اند شيرنج سنتر، نتورك شيرنج سنتر. بص، لما تيجي تسطب الفي ام وير ورك ستيشن بينزل معاهم الاثنين دول، في ام نتورك ادابتور، في ام نت 1 وفي ام نت 8. وده كده كده الواي فاي بتاعي. حلو. فانا بينزل عندي اتنين نتورك كارد فيرتشوال. بص 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 مكتوب ايه؟ فيرتشوال نتورك ادابتور. نتورك ادابتور مش موجود في الواقع، ده سوفت وير، ده تخيلي اللي عمله الفي ام وير ورك ستيشن لما سطبته. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى بقى نرجع نشوف ايه البريدجت وايه النات. احنا خلاص فهمنا دول بيتعملوا ايه، او دول معمولين ليه. اتفقنا اهو. ففي هنا نات، وفي هنا هوست اونلي، وفي هنا بريدج. تعالى بقى نفهم ايه الفرق. ايه الفرق ما بين ال معلش، ما بين البريدج والنات والهوست اونلي. هنبداهم من الاسهل للاصعب. الاسهل بالنسبه لي البريدج. يعني انا واقف هنا، واقف هنا اهو عند البريدج، اللون ده هو لون البريدج. من الاخر، من الاخر، بقول للبي سي بتاعي يا عم البي سي، يا فيزيكال نتورك كارد، الفي ام دي اللي واخده نتورك كارد اسمه بريدج، ده الراوتر بتاعي اهو، عديها على طول، مالكش دعوه بيها. يعني ايه عديها؟
يعني الفي ام 100 دي، الفيرتشوال ماشين دي، الجهاز الفيرتشوال اللي انا صنعته جوه الفي ام وير ورك ستيشن، هياخد اي بي ادرس ودي ان اس وان تي بي، هياخد كل حاجه من الراوتر الحقيقي بتاع بيتي، من راوتر بيتي الحقيقي. تعال اوريك حاجه حلوه قوي. نفتح كده التيرمينال بتاعنا. بص، لا، اي بي كونفج، اي بي كونفج بيجيب لك الاي بي بتاعك. بص، انا الواي فاي واخد كام؟ 192 168 1 دوت 101. طيب، تعالى كده نفتح المكنه بتاعتنا. المكنه بتاعتنا ده الاي بي بتاعها، في ام هي المكنه ايا كان يعني 51 اهي. واحده واحده. تعالوا نضيف فيرتشوال بي سي. فيرتشوال بي سي ده كده بي سي صغير قوي، اخرك تبنج منه، تشوف الريتشابيلتي بتاعتك، حاجه كده فيرتشوال يعني. اوكي، بص يا معلم، عاوز اضيف، عاوز الجهاز ده يطلع انترنت عن طريق الواي فاي بتاعي. كليك يمين، نتورك، دوس على التايب دي، هات مانجمنت كلاود زيرو. على هنا كده نكتب كلاود، نسميها كلاود زيرو بين قوسين بريدج. انا هوريك دلوقتي، احنا اتفقنا انا اي بي كام؟ واحد واحد 101 والجيت واي واحد واحد. طيب، تعال وصل ده بده. انا كده وصلته بالنتورك كارد البريدج اللي واصل دايركت على الراوتر. تعال نشغل ده ونشوف البي سي ده هياخد اي بي ايه. تعال نخش عليه كده. اوكي، هيفتح لك، بص، تيرمينال قديم قوي. انت عايز ياخد اي بي دي اتش سي بي، تكتب اي بي دي اتش سي بي، ياخد دوره. لو لحد فاهم الدي اتش سي بي سيرفر او الدي اتش سي بي بروسيس، ديسكفر اوفر ريكويست اكنولج، اختصارها دوره. بص خد كام؟ 192 21 والجيت واي واحد واحد. ده البريدج. يبقى من الاخر، من الاخر اهو، وده راوتر البيت. وهنا كده، تعالى تاني نعمل كده. لا، تيجي تعالى كده، نيجي نكتب هنا مثلا ده البي سي، الفيزيكال بي سي بتاعي. وهنا ده الفي ام وير اللي احنا اتفقنا اسمه هايبرفايزر. جوه هنا في ام مايه، صح؟ اللي احنا عملناها دي. فالبريدج بقول للبي سي بتاعي لما تيجي الفي ام مايه دي انا اوصلها بريدج، انت تقفل لها سلكه هنا اكنك يا عم البي سي كوبري، وطلعها على الفيزيكال راوتر بتاعي. ده راوتر البيت بتاعي عشان تطلع على الانترنت. ايه رايك؟ دي اسهل واحده تتعامل معاها، البريدج. البريدج بياخد اي بي زيه زيك من الهوم نتورك بتاعتك. حلو، جبنا البريدج منين؟ كليك يمين، نتورك، الطيب، هات كلاود زيرو. هي دي البريدج. يعني ده كده متوصل براوتر البيت بتاعي. طب ده طالع انترنت؟ نشوف بينج 4 تمانيات. راجل محترم وطالع انترنت، وكده كده يطلع انترنت لان هو خد اي بي دي اتش سي بي من الراوتر بتاعي، فخد دي ان اس، خد حاجات كتير. اوكي، طيب، كده احنا بدأنا بأسهل واحدة اللي هي البريدج. احنا كده شرحنا البريدج والدنيا زي الفل. تعالى بقى نشوف الهوست اونلي ونشوف النات. وفتح مخك معايا عشان والله الدنيا سهلة وجميلة وبسيطة جدا بإذن الله طبعا يعني. بص يا سيدي، الهوست اونلي سويتش. شكرا، سلام عليكم. انا بكلم بجد والله، خلاص انا كده خلصت. يعني الهوست اونلي او الكاستم ده، انت بتعمل سويتش، ده سويتش. تعال نشرحها ورقة وقلم. تعال يا سيدي، ادي البي سي بتاعي، وادي
الفي ام وير بتاعي، يبقى ده البي سي فيزيكال، وده الفي ام وير. تعالى هنا، انا بعمل سويتش صغير كده، بعمل جوه الفي ام وير ده سويتش هنا كده، وسويتش هنا كده، وسويتش هنا كده. بعمل فيرشوال سويتش. بعمل ايه؟ فيرشوال سويتش. هنا كده متوصل في ام الفي ام 200، ده سويتش رقم واحد. وهنا سويتش في ام هنا، وفي ام هنا، وده سويتش رقم اتنين. وهنا سويتش رقم تلاتة، هنا في ام وهنا في ام. ايه رأيك؟ صايعة. يبقى انا عشان اخلي الفي ام 200 دول يكلموا بعض، اعمل لهم سويتش، اعمل لهم فيرتشوال سويتش. انا بتكلم ده في العموم في الفي ام وير ورك ستيشن، مش في البينت لاب. يعني انا لو عاوز الفي ام بتاع دي، لو انا عايز الفي ام دي بينت تيست تكلم الويندوز سيرفر، احط الاثنين، اجي انا سيتنج، واحط ده كمان نتورك ادابتور في هوست اونلي. شكرا، اوكي كده انا حطيت ده مع ده في سويتش واحد، الاثنين دول يكلموا بعض. في بقى فيتشر حلوه في الحته بتاعت الهوست اونلي. طب ليه انا اخترتها هوست اونلي اللي هي دي؟ ليه مش في ام نت؟ هقول لك. هوست اونلي فيها فيتشر حلوه في الفي ام وير، انه يوزع لك كمان دي اتش سي بي، يوزع لك اي بي. يعني الفي ام دي، السويتش ده، السويتش ده لما اعمله في ام نت هوست اونلي ياخد اي بي. الفي ام وير لوحده يروح موزع اي بي على الفي ام دي، ويوزع اي بي على الفي ام دي، ويديهم اي بيات ويكلموا بعض. يكلموا بعض، كلامي واضح، يكلموا بعض، ما يكلموش حد تاني بره على نفس البي سي، ما يكلموش اللي هنا، ما يكلموش اللي هنا، ما يطلعوش انترنت. طب انا عايز اشوف رينج الاي بي ده اللي بيتوزع، اشوفه فين؟ تعالى يا سيدي، edit virtual network editor، اهو change setting. تعالى، طبعا دوست يس، ها دوست يس تحت اهي. ده البريدج اللي شرحناه، ده الهوست اونلي. اهو بص، بيوزع رينج هنا في ال 182، بس ما بيطلعش انترنت. ده دي اتش سي بي لوكال كده، الفي ام وير ورك ستيشن بيعمله. ده دي اتش سي بي لوكال، الفي ام وير ورك ستيشن بيعمله عشان اللي على نفس السويتش يكلموا بعض. شكرا، احنا كده خلصنا الهوست اونلي. اه والله. طب النت، هو الهوست اونلي بس بيطلع انترنت، بيوزع اي بي. طبعا هو مش سويتش، يعني باختلاف فكرة السويتشنج. خلاص احنا كده خلصنا السويتش. تعال اقول لك النت. ادي الفيزيكال بي سي بتاعنا اللي تعب معايا النهارده، وادي الفي ام وير. تعال، ده الهايبرفايزر بتاعنا في ام وير، وهنا البي سي بتاعنا. واتفقنا ان هنا كده النتورك كارد بتاعتي، اللي هو النتورك كارد. اوكي ماشي. الناتنج بقى، انا عندي هنا في ام اهي، وادي في ام، وادي في ام. حد فيكم عارف فكرة الناتنج؟ ان احنا بنعمل نات اختصار لايه؟ نتورك ادرس ترانسليتور، صح؟ النات ملك التحويلات. اوكي، كلنا البريدج، احنا قلنا لو معمول بريدج ده هيطلع باي بي، وده باي بي، وده باي بي، وهيروح كل واحد فيهم ياخد اي بي مستقل من الراوتر. البريدج لا، البريدج النتورك كارد بتاعتي هتدي لده اي بي، وتدي لده اي بي، وتدي لده اي بي في رينج معين، كلهم يتعمل لهم ناتنج، يطلع الانترنت بسورس اي بي الفيزيكال. تعال ما شايفك متنح، انا شايفك، انا حاسس بيك، والله حاسس بيك يا ابني، عدينا بكل ده. تعال نشرحها هنا على ورقة بيضة. تعال بس كده ايه، نمسح كل الكلام ده.
نقفل البي سي بتاعنا، احنا اتفقنا خلاص. تعالى نمسحه كده، ديليت. اوكي، ونمسح دي كمان. تعال بص يا سيدي، الفيزيكال بي سي بتاعي اهو، الفي ام وير بتاعي اهو، ادي الراوتر، الانترنت، البي سي، في ام وير، وادي النتورك كارد بتاعتي، نك. اوكي، بص يا سيدي، اتفقنا على ايه؟ ان انا عندي هنا في ام اي، وعندي هنا في ام اي، وعندي هنا في ام اي. قلنا لو عملنا ده بريدج، لو عملنا النتورك كارد بريدج، دول هيطلعوا ياخدوا اي بي من هنا، دول كده هيطلعوا ياخدوا اي بي من هنا، من الراوتر بتاعي، صح؟ تمام. لا انا مش هعمل كده، انا مش هعمل كده. هنعمل ايه؟ انا هعمله ناتج. النتورك كارد بتاعتي هتدي اي بي لده، وهتدي اي بي لده، وهتدي اي بي ده. طب دول لو حبوا يطلعوا على الانترنت، هيطلعوا بالاي بي بتاع الفيزيكال نتورك كارد بتاعي. طب الاي بي اللي النتورك كارد بتاعي هيديه فين؟ يعني احنا قلنا النتورك كارد ده هيدي اي بي هنا، واي بي هنا، واي بي هنا. انت الكلام ده كله مش مطالب انك تعرفه، بس انا لازم اقوله لك، لازم تفهمه. الاي بي ده فين؟ تعال اقول لك الاي بي ده تجيبه منين. تعال يا سيدي، edit virtual network editor، change setting. هيجيب لك المسج دي، قول له يس، بيقول لك انت عاوز تغير في الابلكيشن، عشان هو ابلكيشن فيرتشوال نتورك اديتور ده اصلا ابلكيشن. عايز ترن، رن يا عم، يلا يا سيدي. النت اهو، بص بيوزع ايه. هو ده الهوست اونلي، احنا قلنا الفرق ان الهوست اونلي بيوزع الاي بي ده، والنات يوزع الاي بي ده، بس النتنج يطلع نت الهوست اونلي ما يطلعش. حتى اسمها هوست اونلي، يعني خليكم جوه، تطلعش بره، اتكلموا مع بعض انترنالي. النت هوزع اي بي وخليك تتكلم انترنالي، بس تطلع انترنت. تعال اوريك، مش هسيبك، خليك باذن واحد احد فت. احنا قلنا ده كان البريدج. تعال نشوف كلاود 1. نكتب هنا كده كلاود 1 بين قوسين نت نود فيرتشوال بي سي. اوكي، تعال نوصلهم ببعض اهو. نخش على البي سي بتاعنا، اي بي، ثواني، اي بي دي اتش سي بي، دورة. تمام، خد الاي بي. تمام، خد دي اتش سي بي منين؟ من الراوتر، من النتورك كارد بتاعتي، من اللابتوب بتاعي. ما خدش دي اتش سي بي من الراوتر زي البريدج. طب انا عايز اشوف الاي بي بتاعي، نيجي هنا اهو، اي بي. احنا هنروح فين؟ اهو اهو اهو، نتورك كارد في ام نت 8. 8 ده اللي هو الناتنج. جيت اهو الاي بي بتاع جهازي اهو، بيتعمل لهم ناتنج ويطلع بسورس اي بي ده، بيتعمل له ناتنج ويطلع انترنت بالاي بي الفيزيكال بتاعي، وخد اي بي وزي الفل. تعال كده نشوف بيطلع انترنت، بيطلع انترنت كده، ده النات. طب تعال نشوف كلاود 2 اللي هو اسمه هوست اونلي. وتعالى كده نوصل بيه فيرتشوال بي سي، ونشوف هياخد اي بي برضو ولا لا،
ونشوف هيطلع انترنت ولا مش هيطلع انترنت. تمام. تعالى. اي بي دي اتش سي بي. هياخد اي بي. اخد اي بي تمام. تعالى كده نبنج على الانترنت. مش هيطلع انترنت. ليه مش هيطلع انترنت؟ لان احنا قلنا ده انترنال سويتش، ده سويتش داخلي، ما بيطلعش انترنت. يبقى كده قلنا بسرعة كده، لو عاوز الجهاز عندي يطلع انترنت باي بي، اي بي انترنال زي اللي انا واخده، اسمه كلاود زيرو، ده هيطلع على الراوتر على طول، ده هيبقى كونكتد بالراوتر على طول. النات ده هيبقى كونكتد بالفيزيكال بي سي بتاعي، بعد كده يطلع انترنت. وهياخد اي بي من الفيزيكال نتورك بتاعتي انا، الجهاز بتاعي اللي هيوزع اي بي ويطلعه انترنت. الهوست اونلي هياخد اي بي من الجهاز بتاعي انترنالي، بس مش هيطلع انترنت. احنا في العموم في الشائع بنستخدم كلاود زيرو او البريدج. يا رب اكون عرفت اوصل المعلومة، يا رب اكون قدرت افيدك. فيديو بسيط انا اتكلمت فيه كتير عشان نفسي تعرف حاجات كتير والله. اخيرا لازم تفتكر دايما الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ذاكر كويس واجتهد. اسألني في أي حاجة أنت عاوزها. أشوفك على خير، أشوفك المرة الجاية. السلام عليكم.